عمرك دعيت دعوة من قلبك واستنيت ولسه مفيش حاجة حصلت؟ وساعات يجي في بالك سؤال تخاف تقوله بصوت عالي: هو ربنا سمعني ولا أنا بدأ لوحدي؟ لو حسيت الإحساس ده قبل كده خليك معايا شوية. خليني أقولك حاجة مهمة، السؤال ده مش ضعف إيمان، السؤال ده وجع إنساني وربنا عارفه كويس. إحنا ساعات بنفتكر إن ربنا لازم يستجيب فورا، بس الحقيقة إن ربنا أرحم من إنه يستعجل حاجة ممكن تأذينا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون بتطلب حاجة انت شايفها خير، بس ربنا شايف انها شر عليك. مش رفض، ده حماية. وربنا قال كمان: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الدعوة اتأخرت، ده مش معناه ان ربنا نسيك. يمكن ربنا بيقولك دلوقتي: اطمن، انا معاك، بس استنى شوية. يا رب لو اخرت فده من حكمتك، ولو منعت فده من رحمتك. خلي قلوبنا مطمئنة حتى واحنا مستنيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. افتكر دايما ان ربنا ما بيكسرش بخاطر حد لجأ له. يمكن الاستجابة اتأخرت، بس الرحمة دايما قريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. خلي الدعاء ده دايما على لسانك، واطمن، ربنا شايف وسامع وقريب. ولو الكلام ده لمسك، سيب علامة بسيطة، لايك واشتراك، عشان الخير ده يوصل لغيرك ويبقى في ميزان حسناتنا كلنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.